السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يخسر أول مرة في الموسم ده بنتيجة 3-0، نتيجة تقيلة جدا. النادي الأهلي بيخسرها من فريق بيراميدز. طبعا النتيجة دي تقيلة جدا على النادي الأهلي وعلى جماهير النادي الأهلي وعلى محبين النادي الأهلي. يعني خسارة يتحملها ممكن المدير الفني وممكن اللعيبة النهاردة كلها ما كانتش في حالتها. كلها كانت سيئة جدا جدا جدا. يعني عندك عبد المنعم كانش في حالته، وكان بيلعب بثقة زايدة بقاله كام ماتش كده. خالد عبد الفتاح برضه ما كانش في حالته، والشناوي برضه ما كانش في حالته. كل اللعيبة ما كانتش في حالتها النهاردة خالص. وبرضه يعني سبب ممكن من أسباب الخسارة ديت إن النادي الأهلي فيه لعيبة كتيرة غايبة عنه النهاردة، أبرزهم علي معلول. برضه عندك بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات ما لعبش من اول الماتش. فعندك لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي ما لعبتش المباراه خالص. حسين الشحات يعني هو اللي نزل في الاخر. وبرضه احمد عبد القادر يعني من اول ما نزل شكل النادي الاهلي بدأ يتغير. فديت لعيبه كانت المفروض يعني ايه تلعب من يعني تلعب الماتش من اوله. لكن هو طبعا اكيد مستر كولر مريحهم بسبب الارهاق، بسبب الارهاق يعني والماتشات اللي ورا بعضها كتيره جدا. بس انا شايف ان هو ما كانش يقعدهم في ماتش زي ده، ماتش فرقه تقيله زي فرقه بيراميدز. فرقه تقيله طبعا، ما كانش المفروض يريحهم خلاص الماتش ده. كان ممكن يريحهم الماتش اللي جاي ولا حاجه، لكن الماتش ده كان المفروض النادي الاهلي عارف ان هو بيلاعب فرقه تقيله، ما كانش يلعب بالتشكيل ده ابدا. لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني كان ممكن النادي الأهلي يعني يعدي الموسم ده من غير خسارة، ممكن للمرة تقريبا السابعة أو الثامنة. لكن قدر الله ما شاء فعل. برضو أنا عايز أقول حاجة لفرقة بيراميدز، أنا ما بشوفهمش بيلعبوا بالحماس دوت إلا قصاد النادي الأهلي. معرفش ليه ما بيلعبوش كده غير إلا قصاد النادي الأهلي. هيلعبوا المفروض النادي الزمالك. هيبقى في كاس مصر لما نشوف هيعملوا ايه مع فرقة الزمالك الماتش الجاي. هل هيلعبوا بنفس الحماس ولا لا؟ برضو مش عارف الاهداف اللي احنا عاملين ندخلها في نفسنا ديت إيه المشكلة فيها. الماتش اللي فات في حرس الحدود كان خالد عبد الفتاح، النهارده محمد عبد المنعم. مش عارف في ايه اخر ماتشين النادي الاهلي بيسجل اهداف ذاتيه في نفسه. فلازم نحل المشكله ديت. طبعا محمد الشناوي النهارده برضه كان اداؤه وحش جدا جدا جدا. لكن يعني اتمنى ان هو يرجع لمستواه اللي احنا عارفينه. برضو عندنا الحكم النهارده برضو كان مستواه ضعيف جدا. المفروض الماتش ده كان عايز حكم دولي، يا البنا يا اما ابراهيم نور الدين يا اما اي حد من الناس ديت. لكن الحكم النهارده كان مهزوز جدا جدا جدا. ف يعني عايزين ان شاء الله المرات اللي زي ديت المره الجايه يكون فيها طقم تحكيم كويس جدا وعلى اعلى مستوى. برضو عندنا الشيبي. ما اعرفش الشيبي كل ماتش مع النادي الاهلي يقعد يستفز في الجماهير ويقعد يستفز في اللعيبه. شفنا النهارده راح لجماهير النادي الاهلي وبيعمل لهم كده. يعني طبعا يعني لاعب كبير زي دوت المفروض ما يعملش الكلام ده، وبيلعب في فرقه كويسه وفرقه ممتازه. المفروض ان هو يكون لاعب يعني عنده اخلاق احسن من كده، وما يستفزش الجمهور ولا يستفز لعيبه النادي الاهلي. لكن النهارده شفناه بيعمل كده للجماهير. وشفنا برضو حسين الشحات النهارده راح اداله قلم كده جامد. فهو يعني يستاهل بصراحة اللي جراله. لكن مش معنى كده ان انا بقول ان حسين الشحات مش ما هوش غلطان. لا، حسين الشحات غلطان. وممكن انا يعني حاسس ان هو اكيد او يعني اكيد بنسبة 100% ان هو هيتعاقب يا اما من النادي الاهلي يا اما من اتحاد الكورة او المسؤولين. اي حد اكيد ده هيعاقب حسين الشحات على الموقف ده. بس هو طبعا حسين الشحات احنا عارفين اللي هو اخلاقه عالية جدا. فمعنى ان هو يروح ويمد ايده على لاعب، معنى كده ان هو اللاعب ده استفزه بطريقة مشينة جدا جدا. حسين الشحات طبعا احنا عارفين اللي هو لاعب كويس جدا واخلاقه عالية. لكن هو بتبقى نرفزة ملعب وكلام من ده. وبعد ما خلص الماتش برضو حسين الشحات راح صالح الشيبي. وطبعا يعني دي حاجة تدل على ان هي دي كانت شدة ملعب وان حسين اخلاقه عالية جدا جدا. فالحمد لله يعني المباراة عدت على خير.
وخسارة أولى للنادي الأهلي 3-0، نتيجة تقيلة جدا جدا. أنا ما كنتش بصراحة أتوقعها، وأي حد ممكن تسأله قبل ما الماتش يبتدي النتيجة ده هتخلص كام هيقولك أكيد النادي الأهلي هيكسب. لكن حتى لو كان أكثر المتفائلين كان يقولك بيراميدز يكسب 1-0. لكن نتيجة تقيلة جدا على جماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، وأعتقد إن في درس هيبقى جامد جدا من كولر للاعبين، وبالتوفيق للنادي الأهلي في الماتشات الجاية. ودي كانت حلقة اليوم. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.